تعرف ايه هو الشيء المشترك بين الاخبار والاعلانات وحتى مواقع التواصل الاجتماعي؟ ببساطه ان كلهم بيتنافسوا على جذب انتباهنا. حتى انا صديقي الفضولي بحاول اجذب انتباهك لزرار الاشتراك في القناه واللايك والشير. المهم ان في وسط كل ده بنتعرض لكم مهول من المغالطات المنطقيه او اللوجيكال فوليسز. بس ايه هي المغالطات المنطقيه دي وليه بتاثر على تصرفاتنا وبننجذب ليها؟ والاهم ازاي نحمي نفسنا من الوقوع فيها؟ كل ده بالفضول هنحاول نفهمه مع بعض في حلقه النهارده. وفي اخر الفيديو صديقي الفضولي هقول لك على مغالطه مش بعيد تكون بتستخدمها بشكل يومي، وساعتها هتعرف ان مش كل اللي تسمعه لازم تصدقه. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فضول، واللي هيكون وسيلتنا عشان نستكشف العالم من حوالينا. تعرف ايه عن المنطق صديقي الفضولي؟ قبل ما تجاوب على سؤالي وتفتكر نفسك اذكى من بهجه الاباصيري اللي كانت اجابته ساعتها اعرف ان لما حد يضرب حد على دماغه ويقع ما يحطش منطق، خلينا نرجع بالزمن لسنه 1951 لما عالم النفس الامريكي سولومون آش عمل تجربه كانت تبدو بسيطه لكنها كشفت حاجه غريبه جدا عن طبيعه البشر. عمك سولومون جاب مجموعه من الطلاب كلهم ممثلين ومتفق معاهم، ما عدا واحد بس هو اللي حقيقي ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل. تقدر تقول كده دخل التجربه على الله حكايته، وقام عارض عليهم بطاقات فيها خطوط باطوال مختلفه. عندنا الخط الاصلي وفي 3 خطوط متفاوتين في طولهم A و B و C. كل المطلوب من المشاركين انهم يختاروا الخط اللي بنفس طول الخط الاصلي. لعبه اختيارات اسهل ما تكون. وبدات التجربه. المشاركين في الاول جاوبوا اجابات صحيحه بكل ثقه، ومعاهم المشارك الحقيقي. جولة و2 و3 والدنيا ماشية فل الفل وفيري ايزي مان، مفيش أي مشاكل، لحد ما المشاركين في واحدة من الجولات وبالاتفاق ما بينهم وبين عمك سلمون تعمدوا إنهم يجاوبوا إجابة غلط. والدور كان ماشي بحيث إن المشترك الحقيقي يسمع إجابات زمايله قبل ما هو يجاوب، ولساعتها كلهم اختاروا نفس الإجابة الغلط. اللي المفروض يحصل هنا وبيوافق العقل والمنطق، المشارك الحقيقي يخالفهم كلهم ويختار الإجابة الصح. ما الإجابة واضحة قدام عينه، لكن الغريب إن هو كمان اختار نفس الإجابة الغلط. والأغرب إن مش 1 ولا 2 اللي عملوا كده، تلت المشاركين اتخلوا عن حكمهم المنطقي عشان ما يختلفوش مع رأي المجموعة. التجربة دي اتنشرت في مجلة سينتيفيك أمريكان سنة 1955، وده خلى أكتر من جامعة بعد كده تكرر التجربة، وكل مرة بتأكد نفس النتيجة. واضح كده إن اختياراتنا في بعض الأوقات ما بيكونش لها أي علاقة بالمنطق. أهي التجربة اللي حكيت لك عنها دي يا سيدي تعتبر واحدة من أشهر المغالطات المنطقية، واللي اسمها مغالطة التبعية أو مغالطة الاحتكام للأغلبية، واللي بتعبر عن إن الواحد مننا ممكن يتبنى رأي المجموعة لمجرد إنه ما يبقاش شاذ عنهم حتى لو رأيهم ده ضد المنطق. سنة 2007 المجلس الأعلى للثقافة بينشر كتاب الدكتور عادل مصطفى واللي بعنوان المغالطات المنطقية. الدكتور عادل مصطفى ذكر في كتابه عدد كبير من المغالطات دي، وكتعريف مبسط ليها نقدر نقول عليها انها استخدام للأفكار والمعلومات الغير منطقية بغرض كسب النقاشات والنزاعات حتى لو الطرف الثاني في المناقشة حجته أقوى. وركز بقى معايا صديقي الفضولي في اللي جاي، عشان معرفتنا بالمغالطات دي هينمي وعينا بالأفخاخ المنطقية اللي ممكن نتعرض لها في أبسط تعاملاتنا اليومية. أول مغالطة منطقية معانا هي مغالطة الشخصنة، وفي المغالطة دي بيتم مهاجمة الشخص كشخص بدلا من مناقشة فكرته نفسها، سواء مستوى تعليمه أو حالته الاجتماعية أو حتى حالته المادية. كل دي حاجات ممكن بسببهم ينتقد شخص ما أثناء تقديم فكرته. عشان كده دكتور عادل مصطفى سماها مغالطة الشخصنة. زي كده محدش عايز يشترك بالقناة ولا يعمل لايك عشان خاطر حالتي المادية والاجتماعية مش هبط. شامم ريحة شخصنة. تاني مغالطة معانا واللي ممكن تكون انت شخصيا اتعرضت لها صديقي الفضولي هي مغالطة الاحتكام للقوة او السلطة. خلينا نتخيل انك اختلفت مع مديرك في الشغل على قرار ما او نظام معين، عايز يقبضك كل شهر مثلا مش كل اسبوع. وخلينا نتخيل كمان ان الاختلاف ما بينكم كبر واحتدم وخلاص انت مش موافق على هذا القرار. تفتكر بقى مديرك ساعتها هيتصرف ازاي؟ وخصوصا لو هو شايف ان القرار ده لمصلحة المكان او حتى فيها سبوبة. بس ما تفكرش كتير. خليني اقول لك انه غالبا هيرزعك واحدة، هو ده نظامنا واللي عاجبه واللي مش عاجبه الباب يفوت ماموس، فاهم ازاي؟ واللي هو عايزه هيعمله. وبدل ما يتناقش معاك بشكل موضوعي ويحاول يفهم مشكلتك ايه، ببساطة هيستغل سلطته. كمان من المغالطات اللي ذكرها دكتور عادل هي مغالطة الاحتكام إلى الجهل. المغالطة دي مفادها ان الحاجة صح طالما ما حدش اثبت ان هي غلط، او غلط طالما ما حدش اثبت ان هي صح. فمثلا طالما ما حدش اثبت ان الجن والعفاريت موجودين يبقوا مش موجودين. يروي
أو زي ما حصل مع بعض المثقفين والفنانين الأمريكان في أوائل الخمسينات لما تم اتهامهم بالشيوعية، والدليل كان إن مفيش أدلة تثبت براءتهم. ونروح للمغالطة اللي بعدها واللي بتتمثل في إن شركة مياه غازية في يوم من الأيام صرحت بإن 3 من أكتر 5 دول بيستهلكوا مشروباتها ترتيبهم بيجي في أول 10 دول في قائمة الصحة، ودي بالظبط هي مغالطة القناص. المغالطة دي بيتم فيها انتقاء البيانات اللي بتدعم الحجة وتجاهل البيانات اللي ما بتدعمهاش، كأنك بالظبط ضربت طلقة الأول بيو وبعد كده رسمت دايرة حواليها، يعني ودنا الشيل بقى وكده. نيجي بعد كده لواحدة الأشهر المغالطات المنطقية على الإطلاق، وهي مغالطة رجل القش. يقال صديق الفضولي إن في القرون الوسطى الجنود كانوا بيتمرنوا على راجل من القش استعدادا للمبارزة الحقيقية. مغالطة رجل القش اتسمت كده لأن المغالط هنا بيهمش فكرة شخص في غيابه وبيتكلم عن فكرته بطريقة تقلل من شأن الفكرة وقيمتها، وكأنه بيجيب راجل من القش يبارزه بدل المقاتل الحقيقي. اما بقى لو بتحب الرنجة فانا ما نسيتكش ماي برادر، لكن واجب انصحك واقول لك اوعى تمشي ورا بطنك وتخلي ريحه الرنجة توديك في داهيه. زمان المساجين لما كانوا بيهربوا من السجن كانوا بيرموا سمك الرنجة في طريق غير طريق هروبهم عشان يضللوا ويتوهوا كلاب الحراسه، وما تسالنيش كانوا بيجيبوا الرنجة منين. القصه دي انتشرت زمان كمثال شعبي على التمويه والخداع، عشان كده اتسمت بمغالطة الرنجة الحمراء. ودي نفس طريقة الشخص اللي لما بتتناقش معاه يقوم مغير الموضوع ويمسك في أي حاجة فرعية عشان يشتت انتباهك. آخر مغالطة معانا وهي مغالطة المغالطة. وعشان نفهم المغالطة دي خلينا نتخيل إن أحمد بيقول لمحمد صاحبه إن أستاذه في المدرسة اللي هو أحمد بيقول إن التدخين مضر بالصحة، إذن التدخين مضر بالصحة. ساعتها محمد ممكن يرد عليه ويقول له كلامك فيه مغالطة منطقية اسمها الاحتكام للقوة والسلطة. ما هو مش عشان أستاذك بيقول كده يبقى كلامه صح. إذن اسمح لي يا أحمد كده كلامك مش منطقي. ما هو أحمد استشهد بكلام أستاذه ودي فعلا مغالطة منطقية. أي نعم إحنا كلنا فاهمين إن فعلا التدخين مضر بالصحة، لكن محمد هنا استغل وجود مغالطة منطقية في كلام أحمد عشان يكسب المناقشة بمغالطة المغالطة. وده بسبب سوء تقديم الفكرة من طرف أحمد من الأول. وخلينا نختم الحلقة بمقولة لأفلاطون بيقول فيها الموهوب في الخطابة وحيل الإقناع كفيل يهزم أي عالم يحتكم إلى العقل. كتاب المغالطات المنطقية للدكتور عادل مصطفى كتاب في غاية الروعة، وممكن يخلينا نتجنب إننا نقع في المغالطات المنطقية دي، أو على الأقل هيساعدنا نستخدمها لمصلحتنا، أو حتى ممكن تقفش بيها كلام صحابك وأنتوا قاعدين بتتفرجوا على حلقات برنامجي على يوتيوب. أحسن برنامج ممكن تتفرج عليه في حياتك كلها صديق الفضولي. عارف ليه؟ عشان اللي بقدمه. لا هي ترميني في الزبالة صديق الفضولي. ماشي صديق الفضولي. دي المغالطة اللي قلت لك عليها في أول الفيديو واسمها مغالطة الحجة الدائرية، واللي ممكن تكون بتستخدمها بشكل يومي مع المدام. لما تقول لك مثلا إيه رأيك في الأكل يا حبيبي؟ تقوم قايل لها كفاية من إيدك يا حبيبتي. دائرية، ها؟ دائرية. إيه مش فاهم؟ يعني الأكل حلو عشان من إيديها ولا عشان من إيديها فبيطلع حلو؟ صديقتي الفضولية أنا بحذرك من ألاعيبه، كل يوم بيستخدم معاك مغالطة الحجة الدائرية. أنا بهدي نفوس. لا صديق الفضولي. في النهاية صديق الفضولي لو عجبتك الحلقة انزل اشترك في القناة واعمل لايك وشير الفيديو لأي حد من صحابك بيستخدم المغالطات المنطقية في كلامه معاك. سلام.